المنظر اللي انت هتشوفه دلوقتي ده مش في البرازيل لا، ولا حتى في الارجنتين، دي مباراة في دورة على ملعب سباعي تقريبا في حي شعبي جوه جمهورية مصر العربية. اتفرج عشان الكلام ده مش هتشوفه على التلفزيون ولا في الدوري المصري حتى. اتفرج على اللعب 5، ده خماسي كمان، شكله خماسي. بص عمل ايه في العيال، ابو احمر ده ملوش حل. بص هنا تيكي تاكا، بص هنا ده فريق المفروض ولا لاعب فيهم في نادي. بص الكعب، بص التعديه الفرشه، انا كنت هتجنن بحسبها ما جاتش جون. بص هيعمل ايه، كمل وحطها، عالمي عالمي. انا مش قادر اتخيل ان احنا في نفس الوقت اللي بنخرج فيه من كاس العرب بفضيحه قصاد الاردن خسرانين 3، كان بيلعب بتيشيرت منتخب مصر، لعيبه المفروض انها بتاخد ملايين مع فرقها. دي منظر الكره في احياء مصر عادي. جدع ده الكوره بعد ما اتصدت الراجل ده ممسوك من 2. احترامي عندنا في الدوري المصري لو الكوره بعيده عنه ما بيجريلهاش، زق ال2 وعدى وراح وخد الكوره تاني. مع احترامي برضو احنا عندنا لو المنظر ده في الدوري المصري هتضيع عادي جدا، حطها له من جنب رجله في السوكه عادي جدا. الكوره سهله يا جدعان اقسم بالله، بس دي لعبه عايزه موهبه، ربنا بيوهب ناس بيها زيها زي الصوت الحلو والمنظر الحسن. عمرها خالص ما هتمشي انها بالوسايط او بالفلوس، ولو مشيت زي ما هي ماشيه دلوقتي هنطلع بفضيحه زي ما احنا شفنا في كاس العرب. عشان كده قلت لك في اول الفيديو عادي جدا